يبتدي الفيلم من جوه حفل تخرج طلاب الثانوية، وبنشوف دانيس اللي بيكون متيم بزميلته بيس وبيكون محضر كلمة علشان يقولها في الحفلة. وبناء على نصيحة صاحبه ريتش بيقرر دينس يعترف لبيس بحبه قدام الكل، لأن دي الفرصة الوحيدة علشان يعترف لها بحبه. وبيجي دور المتفاوض دينس علشان يقول كلمته، واللي بتتلخص إن الواحد لما بيكون عايز يعمل حاجة بيقدر يعملها، وإلا بعد كده هيندم ندم كبير ويبدأ يتردد وبيبان الإحراج عليه. ولأنه فجأة بيعترف بحبه لبيس وبيكون الناس كلها بتتفرج وبيس مكسوفة جدا منه. كمان الكل مستغرب من كلام دينيس، وبيبدأ دينيس يتريق على باقي زمايله وبيفضحهم قدام الناس، وبيوجه نقد لكيفن صاحبه وبيوصفه دينيس انه لسه بيحب بنات من الثانوي. ويكون في الوقت ده كيفن قاعد مخنوق منه جدا، ويجي دور ريتشي صاحبه وبيفضحه ويقول عليه انه شاذ. وبتيجي المدرسة تقطع عليه الخطبة، وبعد الحفلة بتيجي المدرسة بتاعته وتقول له ازاي واحد متفوق زيك يقول الكلام ده. فبيقول لها دينيس ان بيس مش بتفكر فيه ابدا، وان دي الفرصة الوحيدة اللي جات له، وانه ملقاش فرصة غير دي. وبعدين بيسألها ازاي كانت حبت قبل كده، فبتفتكر حبها القديم وبتسامحه. وبعدها بتيجي بيس بتقول له انه احرجها جدا، ولكنها هي كمان بتسامحه. وبيجي ريتش يقول لدينسي انه هو مش شاذ، فبيتجاهل دينسي الموضوع. وبعدها دينسي بيعزم بيس على حفلة في بيته، وبتوافق بيس وبيديها دينسي العنوان. وبعدها بيدخل عليهم كيفن واصحابه وبيكونوا لابسين زي العسكري لانهم طلبة في كلية العسكرية. وبيمسك كيفن دينسي وبيقول له انت قلت ليه كده عليا، وبيوقعه على الارض وبيدوس على رقبته. ولكن بتيجي المدرسة وبتلحق دينيس، وبيروح دينيس البيت هو وريتش وبيبدأوا يجهزوا الحفلة اللي قالوا عليها البيس. وبيجي باباه ومامته، وبيكون باباه ومامته عايزينه ينبسط ويبقى شاب طبيعي، وبيطلع له باباه ازازة شمبانيا من التلاجة علشان الحفلة. وبتبدأ مامته تلبسه ومظبطه اللبس بتاعه ويتمنوا له حظ كويس. وبتمشي امه وبيقعد ابوه معاه شوية وينصحه لان لازم ينبسط الليلة دي ويعمل كل اللي نفسه فيه ويبقى زي بقية الشباب. بعدها بيمشي ابوه وبيسيبه مع ريتش وبيطلعوا برا البيت علشان يستنوا بيس. وبتيجي بالعربية وبتكون متعورة جدا، ومعاها صاحبتها جاني وتريس. وبتكون سواقة بيس سريعة جدا، وبينزلوا البنات من العربية وبيدخلوا بيت دينيس، لكنهم بيستغربوا جدا ان مفيش حفلة، انهم هم بس هم اللي معاهم. وبيجي لبيس تليفون من كيفن، وبتكون بيس مش عايزة تقول لكيفن على مكانها. ودينيس بيحاول يفتح ازازة الشمبانيا فبتعوره، كانه بيحاول تاني يفتحها فتضرب في وشه وبيقع على الارض. وبتجري بيس عليه وبتجيب حاجة تحطها على عينه، ودينيس بيقول لها انه بقى كويس. وفجأة البنات بتزهق ويبقوا عايزين يمشوا، ولكن دينيس بيحاول يخليهم يقعدوا. وفجأة بيسمعوا صوت بره، وبيطلع يكون صوت كيفن، وبيكون صوت كيفن جاي بالعربية بتاعته ومعاه صحابه. ودينيس وريتش اول لما عرفوا كيفن جاي بيخافوا جدا منه. بيخبط كيفن على باب البيت علشان يفتحوا له، ولكن دينيس مش راضي يفتح له، فبيروح على الشبابيك علشان يدخلوا منها، لكن دينيس كمان بيقفل الشبابيك. وبيتفاجئ دينيس ان الباب الخلفي مفتوح وبيدخل منه كيفن واصحابه. وبيطلع دينيس هو وبيس وبنات في الاوضه فوق ويقفلوا على نفسهم الباب، وبيدوروا على اي حاجه يدافعوا عن نفسهم. وريتشي بيستخبى جوه الدولاب، ودينيس ماسك عصايه. وفجاه بيلاقي كيفن عنده، وبيلاقي كيفن صورة بيس متعلقه ويتضايق جدا. ويبداوا يضربوا بعض، ويخرج ريتشي من الدولاب وبينط من الشباك. وبتدخل بيس عليهم وبتشيل جمجمه من الهيكل العظمي وبتضرب كيفن على دماغه، وبتقول لبيس اعرف، فبينط من الشباك. في الوقت ده بتلاقي صورتها متعلقه على السقف، وبتقول على دينيس انه شاب غريب جدا لانه معلق صورتي على السقف. ودينيس بيلاقي ريتش مش شعلق وهيقع، وفجاه بيقع في الجنينه. ودينيس بيبص وراه بيلاقي كيفن وبيزقه ويوقعه هو كمان في الجنينه، وبيتعور في وشه من الزرع. وبيبداوا يهربوا، ولكن كيفن هو واصحابه بيطاردوهم. وبتيجي بس عشان تلحقوا بالعربيه، ولكن الغبيه بتخبطه بالغلط وبتاخدهم في العربيه وبتجري وبيهربوا منهم. بيشكرها دينيس وتقول له انها عملت كده عشان حبيبها ما يتسجنش. وبعدها بيطلب منها تليفونها علشان يتصل باهله ويقول لهم على اللي حصل، ولكن ابوه مش بيرضى يرد عليه لسببين: الاول انه ما يعرفش رقم بيس، والتاني ان هو في الغابه مع مراته. فبيضطر دينيس ان هو يسيب رساله صوتيه، وتقول بيس لدينيس ان كيفن بيتعقبها عن طريق الجي بي اس من تليفونها. وبترمي التليفون من شباك العربيه، وبتدخل بيس محطه بنزين عشان تشتري بيره. بتلاحظ ان دينيس وشه متعور، وتقول له لازم نجيب لك ادويه. وبيروح علشان يحاسبوا الكاشير، ولكن الكاشير بيرفض يبيع لهم البيره، وده لان سنهم غير قانوني لشرب البيره. فبتستخدم بيس طريقه تانية علشان تحاسب الكاشير، والكاشير بيوافق على طول. وشويه تليس عايزه تخش الحمام، وبيقوم معاها جاني وبريتش، وكمان بيروحوا عند مكان فيه بار كتير. وفي الوقت ده بيكون دينيس بيتكلم مع بيس، فبيسألها هتعمل ايه بعد ما خرجت من الثانويه، فبتقول له احتمال تدخل الكليه. وفي الوقت ده بيكون ريتش مع البنات، وبتبدأ الافكار تجري وراهم، فبيجري كلهم بالعربيه وبتمشي بسرعه. وكمان بتكون قافله كشافات العربيه، واول لما تفتح كشاف العربيه بتخبط في عربيه مركونه على جنب. وبيكتشف دينيس انها عربيه اهله، وابوه بينزل من العربيه ومش بيعرف يشوفهم من الضلمه. وبتمشي بيس بسرعه
بسرعة وبيروحوا الحفلة الكبيرة اللي فيهم صحابهم كلهم، وتكون الحفلة دي في بيت واحدة اسمها فالي، ودي واحدة من ضمن الناس اللي اتنمر عليهم دينيس في الخطبة بتاعته. وبيدخلوا الحفلة ودينيس بيدور على الحمام، ولكن بيتفاجئ بكيريك صاحبه اللي هو اتريق عليه في قلب الحفلة. ويدخلوا الحفلة علشان يضربوه ولكنه ما بيضربوش وبيعيط في حضنه، وبتبدأ الصحوبية من هنا. ده بينزل هو وريتش يقفوا تحت، ويجي 2 بنات، واحدة اسمها بيتي والتانية اسمها فيكتوريا، وبيقفوا معاهم. وبتكون بيتي معجبة بدينيس جدا وبتقوله ان كلامك في الخطبة شيء رائع جدا، وبتسأله عن الجروح اللي في وشه. وبيعرفهم ريتش ان كيفن هو اللي عمل كده. وابن الكدابة ريتش بيقول لهم ان كيفن في المستشفى دلوقتي بسبب اننا ضربناه جامد، وبيجروا علشان شكلهم بقى وحش. وبيس بتسألهم رايحين فين، فبيقول لهم انه لازم يمشي حالا. وهنا فالي بتيجي وبتستغرب من وجودهم لانها ما عزمتهمش اصلا، وبتكون واقفة مع كيفن. وهنا بتتضايق بيس لان كيفن بيخونها مع فالي. في الوقت ده بيفرح كيفن ان مسك دينيس يجيب صحابه وبياخد، ودينيس بيكون خايف وعايز ينسحب، وبيقول انت اخدت بيس مني وهزقتني قدام صحابي، وانا كمان هعتذر لك قدام الناس كلها. وكيفن بيضربه بالبوكس ويوقعه، وهنا بيتدخل كيريك في الوقت المناسب علشان ينقذ دينيس، وبيضرب كيفن واصحابه. والمدرب لسه بيتكلم وبيقول ان ده غش، فبيضربه بالبوكس هو كمان ويوقعه على الارض. وكيفن بيقوم تاني وبيضرب كيريك ويوقعه على الارض، وبعدها بيمسك دينيس عشان يضربه. في الوقت ده بتقتحم بيس البيت بالعربيه وبتنقذ دينيس وبتاخده وبتمشي بسرعه. وبيكون دينيس خايف عليها بسبب اللي عملته، انها كسرت البيت وسرقت عربيه كيفن. وبتقول له انا انقذتك لتاني مره. وبيروح المدرسه وبيخشوا جوه وبيروحوا على صاله الالعاب على طول، وبتطلب بيس انهم يقعدوا على المدرجات وبيبداوا يعملوا عرض استعراضي. وبينزل ريتش يرقص معاهم، بعدها بيروح البنات الحمام عشان ياخدوا شاور، وبيروح ريتش وراهم. ولكن دينيس بيكون متردد جدا، ولكنه في الاخر بيروح وراهم هو كمان. ويكون دينيس بيغير هدومه في الحمام وبيلاقي كيفن وراه هو واصحابه، فبيضرب كيفن دينيس. ولكن بيخرج ريتش من الحمام بلبوس ومعاه الفوطه ويبدا يضربهم. والبنات بيعرفوا ان كيفن هنا وبيخرجوا يهربوا هما كمان، ويهرب معاهم دينيس. وبعدها ريتش بيقول له روح انت، انا كفيل بيهم كلهم. وبيفتكر ريتش لما كان صغير كان كيفن وزمايله بيضربوه بالفوطه، واكتشف ريتش وقتها وهو صغير ان الفوطه وهي مبلوله بتلسوع. وبيخرج دينيس وبيس وباقي البنات بره العربيه، فبيلاقوا عربيه بيس مركونه بره. تبدا معركه بالفوط المبلوله، وبيقدر ريتش ينتصر عليهم كلهم. وبيخرج لاصحابه بيلاقيهم واقفين مستنيينه، وبيركب معاهم العربيه وبيمشوا خالص. وهم في الطريق بتعرف بيس ان دينيس بيحبها جدا، ولما بيفضحوا بيس قدامها ان هو عارف تفاصيل حياتها كلها، وان هو اللي قال له وقت حفله التخرج كانت فرصتك الوحيده انك تعترف بحبك ليها. وان معظم البنات استغربوا علشان علاقتها بكيفن، لكن هي ما كانتش بتحبه. بعدين بيطلعوا على الغابه لاهلهم وبيشربوا ويحتفلوا، وبعدين بيروحوا يتمشوا شويه مع بعض. وبتحكي له بيس عن حياتها وهي صغيره، ويتكلموا مع بعض عن ذكرياتهم القديمه، وبيبداوا يقربوا من بعض اكتر. وفي اخر كلامهم بيقول دينسي انها اكتر شخص شافه في حياته بيحب الحياه، وانه معجب بيها جدا بسبب حبها للحياه. وبيبوسوا بعض. والصبح بتوصل بيس البيت وهي واصحابها، وبيكون ابوه وامه واقفين مستنيينه. ويقول لابوه اتمنى تكون اتبسطت، بس لازم نعاقبك على اللي انت عملته. وتسلم عليه بيس قبل ما تمشي، وبتطلب منه انه يشوفوا بعض تاني وتبوسه وتحضنه، وبتكون مبسوطه جدا لانها لقت الانسان اللي بيحبها بجد. وبيخلص الفيلم.